ماما، انا كنت عاوزه اجيب شويه حاجات كده لام زينه، بس انا هتكسف اديها لها. بصي، انا هجمع لها الشنطه وانتي بتديها لها بمعرفتك بقى. بنت حلال مصفي، ده انا كنت هعمل كده والله، بس خلاص بقى، هي رزقها واسع. جمعي لها انتي الشنطه وانا هجيب لها الفراخ واللحمه، وربنا يجازيكي خير يا رب يا حبيبتي. ده الحوار اللي دار ما بيني وما بين ماما. هو احنا بنفكر ازاي هنساعد جارتنا في ظروفها الصعبة دي، وخصوصا يعني في شهر رمضان، لانها نفسها عزيزة جدا عليها، حساسة قوي، ومش بتقبل حد يعطف عليها على الرغم من ظروفها دي. بس ماما بقى هتتعامل بحكمة ومش هتحسسها بأي حاجة. هنشوف دلوقتي مع بعض ماما هتعمل ايه. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبنا نبدأ حكايتنا. أنا دعاء، أصغر إخواتي، عندي 25 سنة. إخواتي بقى كلهم متجوزين، ومنهم اللي مسافر ومنهم اللي معانا هنا. أنا بشتغل مدرسة وعايشة مع ماما، ربنا يخليها لي يا رب، لأن والدي متوفي من وأنا لسه كمان صغيرة. وفي يوم كنت قاعدة مع ماما، وده اللي حصل ما بينا. هتعوزي حاجة يا ماما أجيبها لك بكرة وأنا جاية من الشغل؟ هلا يا دعاء، شكرا يا حبيبتي، أنا مش عاوزة بس غير عيش، وهخلي أم زينة جارتنا تجيب لي معاها. تمام يا حبيبتي، لو افتكرتي أي حاجة قبل ما أجي ابقي كلميني أجيبها لك. وتاني يوم وأنا في الشغل خبطت أم زينة على ماما، وده اللي حصل ما بينهم. أنا نازلة يا حاجة، هجيب عيش، هتحتاجي حاجة تانية من تحت؟ شكرا يا أم زينة، تسلميلي، ما تحرمش منك أبدا يا حبيبتي، بس تعالي افطري معايا الأول وبعدها ابقي انزلي. أمال هي فين زينة؟ في المدرسة يا حاجة، لسه ما جاتش، قلت انزل انا اجيب طلباتي وطلباتك قبل ما هي ترجع. طب يلا يلا تعالي ادخلي، هعمل كوبايتين شاي جنب الفطار. لا 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 يا حاجة، شكرا والله، ما تتعبيش نفسك، انا سبقتك. هو انت يا بت لسه بتتكسفي مني؟ ده انت زي بناتي. خلاص، لو ما فطرتيش معايا ما تجيبليش العيش بقى. وساعتها دخلت ام زينة بعد ضغط كبير قوي من ماما. هي ارملة وبنتها في تالتة ابتدائي، وملهاش اي حد خالص، وظروفها صعبة قوي، لكن نفسها عزيزة جدا، بتتكسف قوي. فماما من وقت للتاني كده بتساعدها بطريق غير مباشر علشان ما تتضايقش. وبعد ما فطروا مع بعض، ده اللي حصل ما بينهم. انا هقوم بقى انزل يا حاجة، الحق اجيب الطلبات قبل ما الوقت ما يسرقني. خدي يا ام زينة، خدي مواصلاتك دي بدل ما تروحي وتيجي ماشي يا بنتي، السوق برضو بعيد. لا لا لا، انا معايا يا حاجة والله، الحمد لله، وحاضر ما تقلقيش، انا هركب. دايما يا حبيبتي معاكي الخير كله، بس برضه ما تكسفيش ايديا، عيب، انا زي ماما. هو دايما ماما الحمد لله تنجح انها تظبط معاها الدنيا. وفي يوم بعد ما رجعت من الشغل، ماما قالت لي: ما تيجي تشوفي يا دعاء زينة كده، لو لقيتيها محتاجة اي حاجة في المذاكرة ساعديها يا بنتي، امها مش حمل دروس ولا مصاريف زيادة معاها. حاضر يا ماما، ما عنديش مشكلة. طب يلا يا دعاء، قومي خبطي عليهم يا بنتي ينوبك ثواب، وقولي لها يا بنتي انك هتساعديها، هما ما عندهمش حد، هي وبنتها بس قاعدين. عاوزه تدخلي لهم وتذاكري لها جوه، ادخلي. عاوزه تجيبيها هنا وتذاكري لها قدامنا، ماشي، اللي انت عاوزاه. ورحت فعلا وخبطت عليهم، وده اللي حصل ما بيني وما بين ام زينة. اهلا اهلا، ازيك يا استاذه دعاء، اتفضلي. خير، هي الحاجه كويسه؟ يا حبيبتي هي كويسة، ما تقلقيش. شكرا قوي يا ام زينة على اللي انت بتعمليه مع ماما ده كله لما بكون في الشغل. لا لا لا، بتقولي ايه؟ شكر على واجب، عادي يعني، دي هي زي ماما بالظبط، ربنا يديها الصحة ويخليها لنا. يا رب يا حبيبتي. انا جاية اقولك بقى، شوفي لو زينة محتاجة اي مساعدة في اي مادة اذاكرها معاها، انا فاضية موريش حاجة. بجد؟ ده يبقى كتر الف خيرك، ده انا لسه كنت عاوزة ادور لها على مدرسة.
انت عارفة المناهج ما بقتش زي الأول، بقت صعبة. أنا بقعد معاها بس بصراحة يعني في حاجات كتير بتقف معايا. لا يا ستي ولا يهمك، خليها تجيب حاجاتها وتدخل، أنا مستنياها. وهقولك على الأيام اللي أنا فاضية فيها. تدخل لي كده كم مرة في الأسبوع؟ طبعا. بس شوفي برضو كده حضرتك هتبقي محتاجة الحصة بكام؟ ايه الكلام ده بقى يا ام زينة؟ عيب كده، ده احنا جيران والجار للجار. ده كفاية اللي انت بتعمليه مع ماما. وزينة دي اختي الصغيرة، مفيش ما بيننا الكلام ده ابدا. ربنا يسعدك يا رب يا استاذة دعاء، ويجازيكي خير يا رب. ودخلت لي زينة وقعدت اذاكر لها. وبصراحة البنت هادية جدا وشاطرة قوي في المدرسة، ربنا يحميها يا رب. وبقت تدخل لي 3 مرات في الاسبوع واقعد اذاكر لها فيهم لحد ما خلصت السنة. وزينة جابت درجات كويسة جدا والحمد لله. ولقيت زينة بقى بتخبط عليا وبتقولي اتفضلي يا ميس دعاء. ايه ده يا زينة؟ دي هدية بسيطة كده، انا حوشت من مصروفي وجبتها لك علشان حضرتك تعبتي معايا قوي وكنتي السبب ان اجيب درجات حلوة قوي زي اللي جبتها دي. يا حبيبتي يا زينة، انتي اللي شطورة والله، علشان كده جبتي الدرجات الحلوة دي. شكرا قوي يا حبيبتي. وطبعا انا مرضتش اكسفها. وعدت الايام وخلاص، كلها اسبوع وداخلين على رمضان. وساعتها ماما قالت لي عندك دروس النهارده يا دعاء ولا فاضيه؟ هلا يا ماما مش ورايا اي حاجه. محتاجه حاجه مني؟ اه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، كلها اسبوع على رمضان، عاوزين ننزل بقى نجيب طلبات البيت. انت عارفه مش هعرف انزل لوحدي. يا سلام، بس كده؟ من عينيا يا ست الكل. كل سنة وانت طيبة، وربنا يبارك في عمرك ويخليكي لينا يا رب يا ماما. حبيبتي يا دودو، والسنة الجاية أفرح بيكي واجي أفطر في بيتك كده يا حبيبتي. ما هو ده بيتي برضو يا ماما. لا يا أختي مش بهزر، أنا بتكلم على بيت عريسك يا بت. يا حبيبتي ربنا يرزقك بابن الحلال ويفرح قلبك يا رب. ونزلنا أنا وماما وجبنا حاجات رمضان اللي هي محتاجاها كلها. واحنا هناك بقى قلت لها ماما انا عاوزه اجيب شويه حاجات كده لام زينه، بس انا هتكسف اديها لها. بصي انا هجمع لها الشنطه وانت اديها لها بقى بمعرفتك. كنت هعمل كده والله، بس خلاص هي رزقها واسع. جمعي لها انت الشنطه وانا هجيب لها الفراخ واللحمه، وربنا يجازيكي خير يا رب يا حبيبتي. انا بتعلم منك يا ماما، دايما كده يا ست الكل، تدي وما تاخديش. وفعلا جبنا كل حاجه وروحنا على البيت. وماما دخلت لأم زينة وقالت لها كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وانت طيبة يا حاجة. هو ايه ده؟ ايه كل الحاجات دي؟ ليه بس كده؟ ليه كلفتي نفسك؟ انا الحمد لله مستورة والله. كده برضو؟ هتزعليني منك اهو. ده خير يا بت من عند ربنا مش من عندي. وبعدين يعني ليه كده؟ بتعيطي ليه؟ انا زي ما جبت لبناتي والله جبتلك، انت مش زي بناتي ولا ايه؟ يعلم ربنا يا حاجة غلاوتك عندي ايه، واللي بعمله معاكي والله زي ما كنت بعمله مع امي الله يرحمها بالظبط. طيب يبقى مفيش ما بيننا بقى الحساسيات دي. ربنا يا حبيبتي يفرحك بزينة، وكل سنة وانت طيبة ويعود عليكي الايام بالخير يا رب. هو انت طيبة يا رب يا حاجة، ويديكي الصحة والعافية ويخليكي ليا ولأولادك. رمضان كريم عليكي وعلى كل حبايبك. وعدى بقى الاسبوع ووصلنا لليلة السحور. وانا بقى مروحة من الشغل جبت شوية زينة كده للبيت اهو تحسسني اكتر بالبهجة. ولما روحت البيت كانت زينة عندنا، مامتها سابتها لماما ونزلت تجيب شوية حاجات. وده اللي حصل اول لما وصلت. ازيك يا زينة؟ عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة يا قمر. هو انت طيبة يا ميس دعاء، رمضان كريم. الله اكرم يا حبيبتي. ها قوليلي بقى، زينتي البيت ولا لسه؟ لا مش هنزين السنة دي. ليه يا حبيبتي؟ أصلك ماما قالت لي في مهم وفي أهم، وهي فعلا عندها حق. الغريبة إنها قالت لي الكلام ده وهي مقتنعة جدا ومش زعلانة، بس برضه هي طفلة وهي أكتر حد هيفرق معاها الزينة والفانوس والحاجات دي.
ولما حكيت لماما قالت لي خديها يا دعاء، خديها يا بت وانزلي هاتلها اللي هي عاوزاه كله، ده احنا الكبار يا بنتي الحاجات دي بتفرحنا وبتفرق معانا وبتدخل كده البهجة على البيت. امال هي يا حبيبتي اللي لسه صغيرة. عندك حق والله يا ماما، انا فعلا هاخدها وانزل اجيب لها الحاجات دي، وقولي لمامتها كمان انهم يتسحروا معانا، احنا لوحدنا وهم لوحدهم، ورمضان بيحب اللمة. ماشي يا حبيبتي، فكرة حلوة برضه. واخدتها ونزلت جبت الحاجات وخليتها تختار معايا كل حاجة، وساعتها قالت لي لا شكرا يا ميس دعاء، انا مش عاوزة. يا حبيبتي انا باخد رأيك علشان انتي ذوقك حلو. حاضر يا ميس دعاء هقولك. وجبت الحاجات اللي هي اختارتها، ولما وصلنا البيت بقى كمان ووصلتها لحد مامتها، دخلت معاها البيت وعلقت لها الزينة بتاعتها، علقناها أنا وهي وكانت مبسوطة قوي. وساعتها بقى مامتها قالت لماما أنا والله مش عارفة أقولك إيه يا حاجة على اللي بتعمليه ده كله معايا أنا وزينة، أنتي والأستاذة دعاء، بصراحة أنتم ونعمة كبيرة ومعوضيني أنا وبنتي عن أهلنا. هي بنت ما تقوليش كده، ده النبي وصى على 7 جار واحنا الباب في الباب، ده احنا اقرب لبعض من الاهل. واعملي حسابك هتتسحري معايا انا ودعاء النهارده. كل سنه وانتم طيبين، ودايما يا رب بيتكم مفتوح وتفرحي بالاستاذه دعاء يا رب مع ابن الحلال اللي يستاهلها. واتسحرنا سوا، وكان جو رمضان والسحور مبهج قوي علينا وعليهم. جبر الخواطر عباده عظيمه، دوروا حواليكم هتلاقوا كذا حد يستاهل تمارسوا العبادة دي معاه. وياه بقى لو كانوا الأقربون، لأن الأقربون أولى بالمعروف وبتضاعف حسناتك كمان. رمضان بيلم الحبايب وبيحنن القلوب على بعض. رمضان شهر الخير والرحمة، وطول ما احنا بنراضي الناس ربنا هيراضينا بأكتر من اللي احنا بنتمناه. ده رمضان كريم. ودي كانت قصتنا النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في قصة جديدة. ولو وصلنا لحد النهاية ما تنسوش تدعموني باللايك.